اكيد، وانت بتقلب قبل كده في التيك توك بيظهر لك فيديوهات الوانها وجودتها خرافيه، بتكون مفكر انها متصوره بكاميرا تعدي ال 2000 دولار، بس لا، انت تقدر تطلع الوان احسن من الكاميرات دي. وفي حلقه النهارده هعلمك ازاي تلون مشهد من تطبيق لايت موشن، وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. وده هو الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. اول حاجه هنيجي نضيف مربع على قد نص الشاشه عشان نشوف الفرق، وبعدها هنيجي نضيف تاثير نسخ الخلفيه، وبعدها نيجي نضيف تأثير طمس داخلي. نبحث ده، ندوس عليه وهنخلي ديت 130، ودي زي ما هي 2. وبعدين هنيجي نضيف تأثير التعرض غامق ده، وهنخلي أول واحدة ديت 1، والاتنين التانيين زي ما هم. وبعدين هنيجي ندوس على خلط وتعتيم، ونيجي عند فرق وندوس طرح. بعدها هنيجي برضو ونضيف مربع كمان وهنخليه فوقها، وهنيجي نضيف برضو تأثير نسخ الخلفية، وهنيجي نضيف تأثير شحذ، وهنخلي الأولى ديت 20، 0.20، واللي تحت دي هنخليها 1.5. وبعدها هنيجي برضو ونضيف خلفية كمان نخليها عليهم، ونخليها لونها أبيض، ونيجي ندوس على الخلط وتعتيم، ونيجي عند التبين ونعملها طروق. ودي النتيجة، أكيد الفرق واضح. وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة. ياريت لو استفدتوا متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا زر اللايك عشان كل ما انزل فيديو يجيلكوا الإشعار بتاعه.